السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد ويوم سعيد عليكم وعلينا يا رب. النهاردة جايبة دورة فراخ بيضة عمر يوم. دلوقتي انا بجهز لها المكان. هما المفروض ان الكتاكيت جايالي في الطريق، يعني لسه ما جاتش. اهم خطوة تعمليها لما تكوني عايزة تربي فراخ بيضة او اي كتاكيت، يعني مش شرط. طبعا بيكون سنهم صغير وبيكونوا عمر اليوم، يعني هما بيكونوا جايين في نفس اليوم اللي طلعوا فيه من البيضة. فبتجهزي لهم المكان وتدفيه عشان يحقق درجة حرارة قبل ما هما يجوا، علشان ما يبقاش في تغيير جو عليهم فيتعبوا منك. اللهم صل على سيدنا محمد. انا عندي الصندوق الخشب ده صندوق خشب متقفل من جميع الجهات، ما فيهوش حاجة مفتوحة غير يعني الحتة اللي فوق السقف بتاعه. فطبعا بحضن فيه كل دورة بتاعت فراخ بحضنها فيه. فلازم ان انا اطهره، اما ان انا بجيب بخاخ فيه مية بكلور وديتول وارشه واخليه ينشف، وبعدين احط فيه النشارة واحط فيه الكتاكيت، او زي ما انا عاملة النهاردة جبت جير مطفي. ده بيتباع من عند اي حد بتاع اللي هو الموان اللي بيبيع المون بتاعت دهانات الشقق والحاجات دي. فبرش الجير المطفي فيه كده. الجير المطفي ده بيطهر المكان وبيخليش فيه اي حاجة من الدورة اللي قبله. وبعدين طبعا انا المفروض عشان الصندوق خشب فبحط حاجة عازلة زي شكارة او حاجة بلاستيك ما بين الكتاكيت وما بين الخشب عشان الخشب ما ينديش. فانا في الاول كده نسيت وحطيت النشارة، بس طبعا رجعت افتكرت ان انا ما حطيتش الشكاير اللي انا بحطها قبل طبقة النشارة. فروحت جايبة شكارة كبيرة فردتها فوق الجير المطفي اللي انا حطيته. ودلوقتي بحط نشارة. دي نشارة الخشب بتجيبيها من عند المنشار بتاع الخشب اللي هو بيعمل اللي بيعملوا فيه الخشب، بينشروه ويقطعوه الحاجات دي. فبتكون موجودة هناك ومتوفرة. بحط طبقة من النشارة تكون كويسة، يعني طبقة مش رفيعة او رقيقة. بتكون طبقة تخينة كده عشان تجيب دفى للكتاكيت. بفردها بقى كويس. وبعدين دلوقتي هكون يعني غسلة العلافة والسقاية، مغسولين برضو بصابون وكلور من مطرح الدورة الأولانية. يعني ما ينفعش احط فيهم زي ما هما كده. الدورة الأولانية خلصت فأنا استخدمهم زي ما هما، لأ، لازم يتعقم عشان لو كان عندك مشاكل في الدورة الأولانية، في إسهالات، في برد، في أي حاجة، يعني تعقمي الحاجة قبل ما تستخدميها للدورة اللي بعد كده. دلوقتي بدأت أدلهم بقى اللمبة. دي لمبة 100 تقريبا. وبوطيها لهم، يعني بيكون في فرق ما بينها وما بين الأرض حاجة بسيطة في بداية الأيام. دلوقتي قبل ما احط العلف والميه بحيث ان هي تحقق درجه حراره، لان كان الكتاكيت قربوا يجوا. ببتدي اسد الفتحه اللي فوق بتاعه الصندوق دي. تقريبا في اول كام يوم بكون سدها كلها، بخلي بس حته صغيره كده اللي هي يخرج منها النفس، يعني النفس يتغير بس علشان ما يعرقوش ويتخنقوا. طبعا مش هيبقى في اكسجين داخل لهم. دلوقتي حطيت لهم علف، والعلف اللي بستخدمه علف بادي 23%. علف بادي 23% بروتين، اللي هو الصغير. والمية دلوقتي اللي انا هحطها لهم فيها محلول معالجة الجفاف. انا بوريكم الحديدة دي انا شاريها من الصيدلية البيطرية. دي حامل او ستاند للعلافه او للسقايه. فيها مقاسين، مقاس الحديده الطويله ده والقصيره. لما بيكونوا الكتاكيت لسه صغيرين بحطهم على الحديده القصيره عشان تبقى واطيه وطايلاهم يعرفوا يطولوا ان هم يشربوا فيها. ف فحطيت لهم دلوقتي الميه. بس هوريكم ان انا بستقبلهم اول يوم على محلول معالجه الجفاف. هيجي دلوقتي وهوريه لكم. دلوقتي الكتاكيت لسه يا دوب جايه، هي جايه في الكرتونه. كنت انا طبعا مشغله اللمبه زي ما قلت لكم قبل ما يجوا بشويه. هم جايين بقى سقعانين لان هم يا دوب لسه عمر يوم، لسه خارجين من البيضه النهارده.
فهمسكهم كده هتلاقوهم، يعني همسك رجليهم هلاقيها سقعانه. اول ما تلاقي رجل الكتكوت سقعانه اعرفي ان هو محتاج يتدفى، يعني رجل الكتكوت تكون بارده كده مش دافيه، اعرفي ان الكتكوت سقعان، ولا هياكل ولا هيشرب غير لما يبقى في درجه حراره مناسبه لجسمه ويبقى متدفي، زيه زي البني ادم. يعني حتى انت لما بتكوني سقعانه او متكتكه كده ما بتفكريش في اكل ولا في شرب، بتبقي عايزه تتدفي اول حاجه. فدول 15 كتكوت ان شاء الله. هتابع معاكم الدورة كاملة بإذن الله. ادعوا لنا ربنا يبارك فيهم وتكون دورة بإذن الله من غير مشاكل. ده محلول معالجة الجفاف من الصيدلية البشرية بتاع الأطفال اللي هو العادي. بحط كيس على اللتر. انا كده حولت لكم الكاميرا الخلفية بس لان المكان اللي فيه الكتاكيت مفيش فيه اضاءة كويسة فمش هيبقى واضح قوي. عامة هو كيس محلول معالجة الجفاف العادي اللي هو في الصيدلية البشرية. بتفضي الكيس على لتر مية، ده اللي بتستقبليهم عليه. طب ما فيش محلول معالجة الجفاف لانه جه فترة، يعني الدورة اللي فاتت ما كنتش لاقياه في الصيدليات، كانوا بيقولوا ناقص. بتستقبليهم على مية بسكر. تمام. دلوقتي انا هوريكم نوعية الكتاكيت دي اللي هي فيها نقطة سودة، ده اسمه كتكوت كب. الكتكوت الكب ده اللي بيميزه ان هو بيبقى عنده الصدر او لحمة الصدر بتكون فيها لحمة، بيبقى الصدر بيبقى محمل لحم اكتر من الوراك. يعني اللي هم بيبقى حابين بقى بانيه وكلام من ده، تجيب الكب هيرمي معاكي لحم في الصدر وتقطيع، هيبقى يعني ممتاز. في نوعية تانية اسمها الرص دي بتكون لحمها في وراكها، يعني بص تلاقي الصدر مش محمل لحم لكن الوراك بتلاقيها محملة، والوراك بتاعة الرص بتكون كبيرة. فانا حبيت بس اوضح لكم الفرق ما بين نوعية الكتاكيت. انا بحب نوعية الكتاكيت الكب دي لان بحب ان انا اعمل منها اطلع منها بانيه. ف ده كده اول يوم. شايفين هم دلوقتي سقعانين، طول ما هم متلمين تحت اللمبة كده يعني عايزين حرارة وعايزين دفى. فانت هتقفلي بقى، هوريكم برضو دلوقتي الحتة اللي هتبقى مفتوحة قد ايه في الصندوق علشان عشان يدفى، عشان يحقق درجة الحرارة اللي هم محتاجينها. فهم دلوقتي ولا هياكلوا ولا هيشربوا لان هم اصلا رجلهم ساقعة باردة، فهم عايزين الاول يتدفوا. انا كنت المفروض كمان ولعت لهم اللمبة قبل كده كمان بشوية علشان تبقى ادفى يعني، لكن هم اصلا جايين سقعانين. شايفين بقى انا سايبه بس المثلث اللي انتوا شايفينه ده هو اللي مفتوح من ال من الصندوق كله. ده تاني يوم. دلوقتي احنا كده تاني يوم. طبعا سبتهم اول يوم على محلول معالجة الجفاف وما جيتش ناحيتهم بقى. شايفين متفردين يعني انا برفع بس هم خافوا، يعني هم بيخافوا بقى لما بتقربي كده او حاجة بيتلموا على بعض. فهم دلوقتي هتلاقيهم خايفين فلموا على بعض، لكن هم كانوا بيلعبوا وكانوا بياكلوا في كل واحد في حتة. يعني اول ما تلاقيهم متفردين بعيد عن بعض كده عرف ان هم خلاص مش سقعانين ودرجة الحرارة عندهم مظبوطة. ايه اللي بعمله بقى تاني يوم؟ بحاول اهز كده العلف من العلافة، لان طبعا العلافة محطوطة على الارض فبيجي عليها نشارة مطرح ما بياكلوا يلعبوا وينكشوا، فبيبقى في بقى نشارة على العلف مغطياه. فبهز العلافة كده ان انا بشيل اي نشاره موجوده على العلف علشان يعرفوا ياكلوا. انا كده مقربه لكم اهوت عليهم، عماله اهشهم عشان يمشوا، هم خايفين. فطبعا العلف بيقضيهم بقى اول اسبوع ده ممكن ياكلوا كيلو علف في الاسبوع كله. بتبقى اكلتهم ضعيفه زي البيبي الصغير، اكيد اكلته ما بتبقاش زي الكبير. ما بيحتاجوش علف بقى ان انا كل يوم احط لهم، بيقعد عندهم فتره. اما الميه بغيرها لهم بقى الصبح وبالليل كل 12 ساعه. تاني يوم ده بقى لازم تحط لهم تحصين. التحصين هوريهولكوا دلوقتي. بتروحي عند الصيدليه البيطريه بتقولوا عايزه تحصين للفراخ البيضه، فهيديكي نوع مضاد حيوي ونوع فيتامينات. اي نوع فيتامينات بقى بمسميات كتيره. يعني شركات كتير بتبقى حاطه مسميات كتير. المهم في النهايه ان هو بيكون نوع فيتامين ونوع مضاد حيوي. فالكيسين دول بتحطي على اللتر المية جرام من كل نوع او معلقة صغيرة، يعني ما يعادل الجرام، يعني لان طبعا احنا مش هنقعد نوزن، فبيكون عندك انت معلقة صغيرة
بتاخدي من ده معلقه او نص معلقه ومن ده نص معلقه، اللي هو بالويم كده يعني بنظرتك انتي الجرام قد ايه، فبنتي بتحطي من ده ومن ده. وان شاء الله